السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ إسراء شانيل. كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة. جيتكم فيديو جديد، وصفة جديدة لأول مرة في قناتي. كنتمنى من الله تنال الإعجاب ديالكم. واحد المكون اللي هو خطير جدا وقليل فين كيستعملوه الناس، كيجي رائع وصحي في نفس الوقت. وكالعادة إلى عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من لايك وتعليق فضلا منكم وليس أمرا. كما كتشوفوا نبداو في الفيديو ان شاء الله على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندي هنايا كما كتشوفوا الباربه، هذا هو المكون اللي قلت لكم يا البنات. وباش تحببوه في وليداتكم غيوليو مدمنين على هاد الباربه، هذه كتجي رائعه يا البنات بهذه الطريقه هذه. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا. كنشد البربه ملي كنغسلها كنقطع طريفات صغار وكندير ليها كاس الماء ولا 2 كيسان باش طيب. كنديرها طيب تتسلق، ها هي بعد ما سلقتها. وهنايا كنديرها في هذا البول، كنضيف عليها واحد الكاس ديال الليمون، كاس كبير ديال الليمون، وكنطحنها بالميكسور بحال هكا، ولا ديروها في مونينيكس وطحنوها. المهم اللي متوفر عندكم. كنطحنها مع داك كاس الليمون بحال ما هكا، تنطحنها مزيان ما يبقاوش فيها دوك سميتو الحبيبات كما كتشوفوا. كنطحنها تولي مطحونه مزيان مزيان. هانتوما بعد ما طحنتها كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كنضيف ليها كاس ثاني ديال الليمون، وكنطحن عاوتاني صافي. وكنجيب واحد الكاسرونه بعد ما طحنتها بحال ما هكايا. هانتوما معايا كنجيب واحد الكاسرونه باش نفرغ فيها هاد الخليط هذا. هانتوما كندير واحد 2 معالق ديال السنيده حتى 3. ردوا البال مع السنيده يا البنات، انا كثرتها شويه جاتني حلوه. كما كتعرفوا البربه اصلا حلوه، من الاحسن ما تضيفوش ليها السكر بزاف اللي ما كيبغيش. هانتوما وكنضيف هنايا 2 معالق حتى 3 ديال مايزينا نشا الذره. كنضيف ليه 3 معالق، 2 حتى 3 بحال هكاك. صافي كنخلط هاد المكونات وكنضيف واحد المكون واحد اخر يا البنات كي يغطي لينا على هذاك المذاق ديال الباربه. كنضيف زهره البرتقال، مشات ليا في المقطع يا البنات. ولا يمكن لكم اللي ما كيبغيش زهره البرتقال يمكن يعوض بالماء زهر، الماء الزهر. وكتضيفوا على هذا الخليط هذا وكنفرغوه في هذه الكاسرونه هذه بحال ما هكا. وكنردوها فوق النار تيعقد هذاك. كنستمروا في التحريك تيعقد لينا هذاك الخليط. هانتوما كما كتشوفوا نردو فوق النار ونبقى نحرك تيعقد ملي توجد الكريمه ديالي. انا معكم هانتوما بعد ما حطيته فوق البوطه وعقاد غنضيف عليه هنايا واحد المعلقه ديال الزبده. صافي يا البنات، وكنحرك تذوب هذيك الزبده مزيان مزيان. هانتوما كما كيبان لكم كيجي القوام ديالو كيجي ليس بحال هكايا. صافي كنحطو جانبا. هانتوما كنجيب واحد الكويسات بحال ما هكايا. عندي واحد الكميه ديال البسبوسه شايطه ليا وشديتها فرتتها بحال ما هكاك. يمكن لكم ديروا بسكوي، اي بسكوي كتفضلوه. يمكن لكم ديروا كيكه. وكنديرها في هذوك الكويسات بحال ما هكا، هاد الاطباق من التحت كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كتجي زوينه يا البنات. كنستمر على هذا الشكل هذا تنعمر هذوك. ما نعمرهمش، كنديرها القاع ديالهم، كندير النص تقريبا ولا الثلث. بعد ما عمرتهم بحال ما هكايا
غادي نجيب هادوك ديك الباربه ديك الكريمه وكنعمر بها الكويسات ديالي على هاد الشكل هذا. راه كيجي المنظر ديالهم والمذاق يا البنات كيجي رائع. هانتوما وكنحاول نفرغ هذيك، نستمر نكمل الكميه اللي عندي بحال ما هكا. صافي بعد ما درتهم وكنخلي فيه واحد شويه ديال الفراغ كما قلت لكم. وفي هذا الاثناء كنجيب واحد الكاسرونه كندير فيها واحد الكاس ديال الليمون وكنضيف عليه واحد 2 معالق حتى 3 ديال الفلو ديال الفاني وكنردو فوق النار حتى يغلى مزيان. صافي وكنفرغوا فوق من هذيك التحليه ديالي فوق هذوك الكويسات بعد ما زوقتهم بشويه ديال الفواكه، اي نوع ديال الفواكه عندكم. انا درت ليهم ها الخوخ والكيوي هو باش زوقتهم. ها نتوما كما كتشوفوا بعد ما درت هذاك الخليط فوق البوطه تغلى صافي كنفرغوا فوق من الكويسات ديالي على هذا الشكل هذا كيعطيو واحد المنظر زوين. صافي وكندخلوهم للثلاجه تيبردوا وكتكون تحليه بارده ورائعه. وكنستغلوا هاد الباربه هذه بالنسبه للوليدات ما كيبغيوهاش اغلبيه وصحيه يا البنات. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله. وشكرا للناس اللي دخلوا عندي جداد كنشكرهم جزيل الشكر وكنقول للناس القدام مرحبا والف مرحبا داركم. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا وكتجي تحليه عاقده. ها نتوما شاده راسها بلا جيلاتين بلا حتى شي حاجه. ها نتوما كما كتشوفوا ديك الباربه الشكل ديالها وبلا ملون اصطناعي بلا حتى شي حاجه يا البنات كما كيبان لكم. هانتوما ودوك الفواكه يمكن لكم تشكلوهم كما بغيتو، الزواق على حسب كل واحد كي كيبغي يزوق كما كتشوفوا. والفيديو ديالي هو هذا، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. في امان الله ورعايته، مع السلامه، الى فيديو القادم ان شاء الله.